واحد الراجل كان دائما كينقل البضائع بالشاحنه ديالو في النهار، وعمرو نقل البضائع في الليل. واحد النهار جاتو الخدمه في الليل، كان خصو ينقل البضائع في الليل. فما تخيلوا شنو غيوقع ليه هاد الليله هادي. غادي دوز عليه ليله في الجحيم. فقبل ما نبداو القصه ديالنا ما تنساوناش من لايك اشتراك في القناه، ويلا نبداو. الاصدقاء السلام عليكم. كتبدا القصه ديالنا مع با الحسن سنه 2012. با الحسن هو واحد الراجل اللي عنده شاحنه كينقل بها البضائع ما بين المدن في المغرب. واحد النهار جاتو الخدمه في الليل، يعني خصو ينقل البضائع في الليل. هو عمرو خدم في الليل، دائما كينقل البضائع غير في النهار. فنعس مزيان في الصباح وشرب القهوه مع الليل. شد الطريق مع 11 ديال الليل، بدا من مدينه تازه وماشي لمدينه وجده. طلع الشاحنه وقال بسم الله وكسيرا ومشى. ففي الطريق ديالو ما بين تازة وقرتيف غادي توقع له كارثة. كان غادي في واحد الطريق كيقولوا لها طريق الدياب. فكان غادي في الطريق وهي تخرج ليه واحد المرأة لابسة الابيض، فما داهش فيها، قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكمل الطريق. فمع كسيرة في الكاميون كيسمع شي ضحكات ديال المرأة، وضحكات ديال المرأة مخلطين مع الصوت ديال الكلاب. فهو كيزيد يكسيري والضحك زايد وكيجهد، وشويه الكاميون ريد ما بغاش يزيد، بقات كتنقص السرعه، تنقص حتى ريد. فمع ريد الكاميون والصوت كيزيد يجهد وداك الشيء كيزيد يقرب له. فشويه مع تلفت مع اليمين ديالو كتبان ليه واحد المراه وجهها وجه ديال الكلب ولابسه الابيض وكتزكي وكتضحك في نفس الوقت. فمسكين تخلع بزاف وبدا كيقرا ايه الكرسي والحمد، حتى اختفت ديك المراه والكاميون رجع قلع. الكاميون قلع غير راسو، لحقاش طفى غير راسو. فالكاميون بقى ماشي وهو كيقرا في القران كيقرا في القران حتى وصل لمدينه كرسيف. فمشى لواحد القهوه ريح فيها، بدا كيسترجع داكشي اللي وقع ليه. فشاف واحد الناس كبار في ديك القهوه، مشى كيعاود ليهم، قال لهم السلام عليكم، بغيت نعاود لكم شي حاجه وقعت لي هاد الليله وما كرهتش تفيدوني. كان عندكم شي فكره على هادشي؟ واش انا فيا شي حاجه ولا كنت كنتخيل ولا شنو هادشي؟ قال لهم هادشي راه بزاف لحد الان باقي مسطو وباينه فيه الوجه ديالو شاحب. فبدا كيعاود لك الناس، قال لهم شدي الطريق من مدينه تازه وانا كنت ماشي لوجده، دابا خصني نكون باقي شاد الطريق لوجده. ولكن من وصلت لواحد الطريق تخرجت لي واحد المراه لابسه الابيض، ولكن ما ديتهاش فيها، عرفتها غادي تكون من هادوك اللي ما كيتسماوش. فخليتها تما وزدت كسيرت مزيان الكاميون ولا الشاحنه. ولكن شويه والشاحنه كتريض والضحك بزاف ديال ديك المراه، ولا ما عرفتش داكشي كان يضحك والكاميون ريد. ومهم عاود ليهم داكشي كامل. فكلهم داك اللي كانوا جالسين تما في القهوه اولا ثلاثه بيهم بداو كيعاودوا له على داك المراه. قالوا له داك المراه هي ام الصبيان وكاينه في داك الطريق اللي كيقولوا لها طريق الدياب، وهذيك اخطر طريق وقليل اللي كيمشي معاها في الليل، لحقاش الاغلبيه نتاع الناس اللي ساكنين في هذه المنطقه عارفين القصه ديالها. وقالوا له نجاك الله، راه بزاف ديال الناس ماتوا بسببها. قال لهم كيفاش القصه ديال هاد المراه، واش هذه المراه ولا شنو هاد الشيء؟ راه داك الضحك ماشي ديال المراه عاديه. فقالوا له هذيك راها روح، الروح ديال واحد المراه اللي ما مرتاحاش، اللي اصلا ما عارفينهاش فين مشات. فقال لهم كيفاش؟ واحد منهم راجل كبير وقال ليه انا غادي نعاود لك القصه ديالها كامله. قال له ام الصبيان كان سميتها عائشه، كانت عايشه مع راجلها هانيه في العربيه، ولكن راجلها كان قبيح، كان غليظ وكان قاسي عليها، دائما كيشك فيها وكيضربها. واحد النهار دخل عليها سكران ومشى ليها وبدا كيسلخ فيها ومشى لولادو. هي كان عندها جوج وليدات، ولادو ولادها جوج وليدات. مشى بقى يضرب فيهم حتى داموا الامانه امانته. والمراه بالصدمه ديالها مسكينه خرجت كتجري للغابه، مع هما كانوا ساكنين في العربيه. خرجت كتجري في الغابه وهو تابعها، مع هو سكران طاح ما قدرش يجري. فبقات كتجري في الغابه وكتزكي. ومن ديك الساعه الناس ما عرفوهاش فين مشات. ولكن من بعد مرور شهرين على اختفاء ديال ديك المراه ولا الخروج ديال ديك المراه في الغابه، الناس بقاو كيشوفوها في الطريق وقالوا 100% هي، لحقاش كانت كتكون لابسه الابيض وكيقولوا هذيك هي الروح ديالها. خرجت كتنتقم من الرجال. اي راجل كتشوفه في الطريق مع الليل ولا كتشوف شي واحد سايق شي لوطو ولا شي حاجه،
اكثريه رجال كتجي كترونهم في الطريق، وهذا الشيء كيدل على انها كتكره الرجال. فنصيحه مني ليك، ولا داك الراجل قالها لسائق الشاحنه، قال له جامي تمشي في هذا الطريق في الليل، وغادي تكون لاحظت بلا ان الطريق منكم ملي كنتي سايق كانت خاويه، لان الاغلبيه من الناس ديال هذه المنطقه عارفين شنو كاين. فمن ديك الساعه با الحسن خرج من هذه المهنه، اولا ما بقاش شيفور ديال الشاحنه، ما بقاش كيوصل البضائع، ودار كروسه وبدا كيبيع فيها الخضره، بقاش الخوف سيطر عليه. ومن ديك الساعه هو كيحلم بها. الخوت، كانت هذه القصه ديال اليوم، كانت من تكون عجباتكم. السلام عليكم.